الراعي الرسمي للانش بوكس المدارس والمحبب لدى جميع أطفالنا. أمريكان كوكيز بالطريقة الصحيحة الأصلية. ببضاية واحدة بس عملنا 18 وحدة كوكيز بالحجم ده، وبكل سهولة وفي دقايق هتكوني مخلصاه، ومفيش أجمل ولا أسهل من كده. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض الطريقة. اول حاجة انا معايا كوباية من السكر. السكر ده سواء ابيض سواء بني سواء خشن سواء ناعم مفيش مشكلة خالص. عايزة تحطي معلقة عسل اسود علشان يتحول لسكر بني برضو مفيش مشكلة. المهم هي 200 جرام من السكر. انا بسهل عليكم الدنيا خالص. حطيت عليه نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وزنها 100 جرام. هقلب كده كويس جدا جدا مع بعض الزبدة والسكر بالويسكي كده او بمضرب كهربائي بسباتيولا اي حاجة. المهم ان انا عايزة اوصل للشكل ده. شايفين اهو السكر في المرحلة دي طبعا ما بيدوبش، لانه سكر بيكون يعني خشن الحبيبات، او يعني سكر ناعم او خشن مفيش مشكلة، بس هو مش بيدوب في المرحلة دي. المهم بعد كده نزلت عليهم ببضاية واحدة وطبعا معلقة صغيرة من الفانيليا، وقلبت لحد ما القوام بتاعي بيوصل بالشكل حضراتكم شايفينه ده بالظبط كده. ده الشكل اللي انا عايزه اوصل له بعد ما بحط البضايه. بعد كده هبتدي انزل بالدقيق. معايا كوبايتين دقيق وزنهم ربع كيلو، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح بسيطه كنت حطاها على الدقيق. طبعا الدقيق بتاعي منخول. هقلب كده الكلام بقى بايدي بقى بطراطيف صابعي. انا مش بستخدم كف ايدي خالص، كل اللي انا شغاله بيه هي طراطيف صابع. بلم الدقيق مع المكونات اللي انا ضفتها، ولحد ما الدقيق يختفي بكون انا كده خلاص خلصت العجن بتاعي. ما بعجنش لان ده كوكيز، فطبعا عجينته حساسه. مجرد ما اقلب كله بتكون العجينه بتاعتي بالشكل ده مظبوطه جدا. هتمشي بالميزان هتحصلي على نتيجه مرضيه جدا ومظبوطه قوي قوي هترضيكي. الايد التانية كانت بتلزق فيها، الايد النظيفه العجينه فيها ما بتلزقش، فخدي بالك. بعد ما خلصت عجن ببتدي ان انا انزل شوكليت شيبس بتاعي، وده اختياري طبعا، ممكن ما تحطوهوش ممكن تحطيه برضو براحتك. انا حاطه كميه يعني نص كوبايه، بتحطي حبه كده صغيرين بايدك، كبشه كده، اي حاجه اي كميه براحتك خالص، مش محدوده ولا محسوبه. كورت الكوكيز بتاعي بالشكل ده ورصيته في الصينيه بتاعتي. دي صينيه مقاس 30 في 40، حطيت فيها 12 وحده كوكيز. بسيب كل مسافه طبعا بين الكوكيز والتانية عشان هو بيفرش معايا. وبعد كده بحط عليه شوكليت شيبس تاني من على الوش، كل واحده كده حطيت عليها حوالي 4 من الشوكليت شيبس. وطبعا زي ما انتم شايفين بسيب المسافه. الصينيه بتاعتي ما بتبقاش مدهونه خالص اي ماده دهنيه، وفي الوقت ده انا ما بدخلش الفرن دايركت. انا لازم ادخل الكلام ده التلاجة الاول لمدة نص ساعة ولا حاجة قبل ما ادخل الفرن. انا عملوا معايا 18 وحدة كوكيز. في الصينية الكبيرة حطيت 12 والصينية الصغيرة حطيت 6. تمام. بيدخل فرن بقى ايه، خدوا بالكم من التسوية عشان التسوية مهمة جدا. فرن متوسط الحرارة 180. طبعا انا بدخل الكوكيز ده والفرن سخن جدا محقق درجة الحرارة بتاعته. بيقعد بدخله على الرف الاوسط، بيقعد حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. انتوا هتحسوا ان العجينة طرية، بس كفاية كده عليه ربع ساعة من تحت. اللون من فوق لو ما تحمرش معاكي شغلي الشواية دقيقتين 2 بس. وخدي بالك من المعلومات اللي انا بقولها بقى. اول ما يخرج من الفرن هتحسيه طري، هتفتكرين ان هو ني، لا، سيبيه في الصاج، ما تعمليش فيه اي حاجة خالص. واما يبرد من على الصاج تبتدي تهزي كل واحدة كوكيز بالشكل ده، ما ترفعهاش كده على طول. هزي زي ما انا ما بهز كده، كل واحدة على شكل دايرة كده بشكل دائري، وبعدين ترفعيها هتلاقيها مستويه من تحت وزي الفل. يعني ما تحاوليش ان انت تتغلطي في موضوع التسويه وموضوع الكوكيز اما يطلع من الفرن ما تحركوش. كل الكلام ده امشي عليه، لان النتيجه في الاخر هتكون مرضيه جدا بالنسبه لك. لو مشيتي عكس كده هينشف وهيحجر معاكي. ده شكله بقى من جوه لما بفتحه بالشوكولاته بتكون سايحه بالشكل ده، وبصراحه طعمه وريحته في منتهى الجمال. ده الكوكيز يا جماعه الامريكاني الاصلي بالطريقه الصح بتاعته، طعمه في منتهى الجمال رائع جدا. طبعا عايزه اقول لكم ان طريقه التخزين، انا بجيب علبه عادي خالص، برصه في علبه وبسيبه في المطبخ في اي ظرفه من دولاب المطبخ او على الرخامه بتاعتي، وبيقعد معايا لحد ما بيخلص، ما بيحصلوش اي حاجه. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وشكرا لكم. الف سلامه.